ارتبط الحمام في التراث الإنساني عبر العصور والأزمنة بأنه رمز الأمان والسلام والجمال والمحبة والخير. وفي الماضي لم يكن هناك بريد لتحقيق الاتصال بين الدول والملوك والأمراء والقبائل، فكان الحمام هو خير وسيلة من وسائل الاتصال، حيث تربط الرسائل في أرجله فيحملها ويعود بها إلى مكان يراد الاتصال به. ويسمى الحمام الذي يستخدم في نقل الرسائل بالحمام الزاجل. تطورت وسائل الاتصال وأصبح البريد والفاكس وأجهزة وشبكات الإنترنت والأقمار الصناعية وسيلة للربط والاتصال، حتى أصبح العالم كله قرية صغيرة. لقد أصبحت تربية الحمام هواية وغية لدى البعض، حيث يقيمون بنان الحمام، والتي يطلق عليها في منطقة القناة داير الحمام، وهو عبارة عن أخماس وعيون يتم تصنيعها بالخشب البغدادلي، والخمس للزغاليل والعين لذكر الحمام. الحمام كان في حمام الاول زمان كانوا بيستعملوه للمراسلات بين البلاد وبعضها. اما بالنسبه للغيه عندنا هنا فهي غيه مطار وغيه هوايه بالنسبه لنا. عباره عن حمام بيبقى عندنا الحمام زقاق، بناخد زغاليل وبنربيها، بيبقى فيها عمليه نظام اخماس. الاخماس ديت على اساس بنربي فيها الزغاليل، لما بتكبر وتبقى شبات وذكوره بتبدا تتبوب في البيبان، بتبقى هي ذكر في الفم. للمطار بيبقى الذكر ده مثلا للمكلف والميس او الكندر اللي هو خاص بيه، كل ذكر متبوب في قلب الباب بتاعه لوحده. بنيجي بنطيرهم بالليل في التماسي في الساعه 5 4 كده ونص 5 في المواعيد التماسي. فالحمام بيطلع على اساس بنمسك احنا اصحاب مع بعض، بنمسك الحمام مع بعض وغيه بس هوايه لينا، بنضيع وقتنا الحمام بالطريقه دي. وبالنسبه للبرج هنا، بالنسبه لبرج الحمام بيختلف عن الابراج الثانيه بتاع الفلاحين او اللي بيربى على سطوح، بيختلف اختلاف كلي عنه. لان هنا بالنسبه لنا بيبقى داير في بيتعمل عيون بالنظام اللي حضرتك شايفه بالنظام ده، وبيبقى في العالي علشان المطار. لكن ما بيختلف عن الحمام اللي هو بيتربى في البيوت او في الابراج اللي هي بالنسبه للفلاحين اللي هم بيعملوا فيها حمام التربيه العاديه. عندنا مثلا نوع من انواع لسه طالع بيبقى عباره عن زغلول بالحجم ده، وما بنعرضوش للهواء عشان البرد، بيبقى لسه جهاز المناعه مثلا عنده ضعيف في الايام الاولى. نوع اسمه كاسخنجي بيبقوا في المحضن، والام والاب طبعا نوع من انواع الزقاق، يعني مفروخين ام واب طبعا بياكلوا وبيزقوه بطريقه لسه ما بيعرفش هو ياكل. يبتدي يريش يكبر شويه، بعد ما يكبر شويه كده بيبتدي هو يسقط لوحده على الارض، يروح ناحيه المأكل ويلقط.
بياكل لوحده. اول ما ياكل لوحده يتعذب لوحده في الخمس اللي وراك ده. يعتمد على نفسه في الاكل. بنقوم منقيينه وعازبينه في الخمس اللي ورا ده لغايه ما يشيل نفسه ويطلع على الظهريه. اول ما يشيل نفسه ويطلع على الظهريه نبتدي نشحته يلم بعضه. اول ما يلم بعضه يبتدي نجريه وياخد في حمام عادي بقى. بالنسبة للحمل بيطير استرالي، شقلباز، كشكي، مراسلة، مزرزرات، غبر، رواحنا، مساوير، فل. وعين الحمل ليه 3 مواعيد بيطير فيها، الصبح والعصر وبالليل التماسي. التماسي بيختلف من الشتاء للصيف. في الشتاء بيبقى 4:30، في الصيف بيبقى الساعة 5. وبنفتح الحمام وبيطلع يعلى ويمسك مع الغوال اللي جنبنا ونشغله بالليل وبعدين ننزله. الغية دي مضاربة كلها، بنضرب بعضنا. اللي عنده حمام كويس ومتمرن كويس هو اللي بيفوز في الآخر. يعني مثلا الحتة دي الحاج بهاء ليه داير زي ده في الفرنج، بيسموه هناك ملك الفرنج، واحنا هنا ملوك العرب. مفيش حد يقدر يمسك معانا هنا في الحتة دي. اللي بيجي هنا بيدفع الضريبة، بتضرب منه حمام، خد بالك. ويعني بيبقى حمامهم يعني بيقولوا مش بتاعنا علشان يتنكروا. ما هي بتبقى زي عار، لما يتضرب منه واحد بيبقى زي عار، فهم بيقولوا مش بتاعنا. يعني انا اتولدت ومن صغري طلعت غاوي الحمام. لا مؤاخذة المدارس فشلنا في المدارس بسبب الحمام، خد بالك. هاجرنا بقينا مهاجرين شايل سبت بالحمام. هم شايلين اكلهم وشربهم وانا شايل سبت حمام. فهي غيه بتبقى في الدم، واخد بال سعادتك. وغيه كويسه جدا وما تزعلش. يعني مثلا بنتكلف اكل، بيجي يوم مثلا بنطلع شويه نذبحهم للعيال وياكلوهم، بتبقى دي قصاد دي. فهي مكلفه لكن يعني مش في الارض، كويسه جدا، واخد بال سعادتك. لكن هي غيه ممتازه جدا واحنا بنحبها جدا. ولو الواحد يعني خيروه مثلا لما بيزعل من بيت تحت او بيتضايق من اي حاجه بيطلع يقعد هنا بالساعتين وبالثلاثه مع وبيبقى مبسوط جدا وبينزل مرتاح خالص واعصابه مرتاحه، ما فيش اي زعل ولا في اي حاجه خالص. ينزل اكنه مولود من جديد بعد ما قعد واتبسط مع الحمام. فهي دي الغيه دي ممتازه جدا. وفي ناس كتير من احسن ناس هنا في البلد غاويين حمام. اللي الحمام ده كل في الصيف بيرمي الريش بتاعه القديم ويطلع له ريش جديد على الشتاء. كل الطيور يتغير ريشه، واخد بال سعادتك. ماشي. فدي بيرمي الريش، تمسك الجناح يفضل يرمي في ريشه من ورا ويطلع له واحده مكانها جديده. يرمي في ريشه على دخلة الشتاء يكون جناحه دي تم اكنه جديد خالص، اكنه لسه مولود. نبدا نطيره تاني على اول الشتاء، واخد بال سعادتك. ده اسمه فترة القلش اللي هي فترة الصيف. بنعمل فيها ايه بقى؟ ما عندناش ذكور نطيرها، نقوم نربي زغاليل تطير، اللي هي العيال الصغيرة نفطر نطيرها طول الصيف بدل ما نقعد فاضيين. على ما يجي الشتاء يبقوا ذكورة ندخلهم الابواب كده تاني، واخد بال سعادتك. فهي غيه ممتازة جدا وبحرها غويط خالص، ومش اي حد يغواها لان اللي بيغواها بيدفع الثمن غالي. احنا لما بنلم الزغاليل بتاعتنا ديت ونحطها في خمس بنحاول ان احنا نطيرها. في جنب منك بيبقى في خصم، يعني داير عادي بيبقى عامل معاك خصم، بحيث اما يبقى يجي انت تطير حمامك، بحيث اما تطير حمامك يطلع هو ينقرك بالحمام، ينقل لك، يشحت لك حمام، يحش لك زغلول، يحش لك اثنين، يحش اللي يحش. اهم حاجه ان هو انك انت تطير الحمام ما يحش منك فرد واحد.
زي الفرد اللي احنا حشناه دلوقتي، الفرد اللي حشناه دلوقتي بتاع واحد جنبنا خصمنا، ممكن تديهوله وممكن ما تديهولوش، ده حاجه ترجع لك انت. اول ما نربى حمامك بنطلع له مثلا بدري الساعه 6 الساعه 7 لغايه ما نمشيهم ونجمدهم، بعد كده نمسكهم مع اي غو جنب منك او بعيد، يكبروا يخشوا في السنه و6 شهور، بنموهم في العين اللي وراك دي، كل واحد في عين لوحده. وهكذا ارتبط هذا الطائر المتفرد في وجدان الإنسان المصري بوجه عام، وفي منطقة القناة بصورة خاصة، لأنه بالفعل رمز رائع من رموز التراث الإنساني، فهو السلام وهو الغية.